السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن صحة واحسن حال، اللهم امين. فيديو جديد على القناة. لو اول مرة بتشوفيني اهلا وسهلا بيكي، وجودك شرفني جدا جدا ونورني. لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كملي الفيديو للاخر، ولو عجبك ما تنسينيش في كومنت حلو من ايدك تكتبي لي فيه ان انت مشتركة جديد عشان ارحب بيكي في الفيديو الجاي، وكمان لايك حلو من ايدك عشان خاطر تعلي القناة كده وتعلي كده الفيديو. النهارده فيديو بسيط جدا جدا جدا، مفيهوش اي حاجه، كله في المطبخ كده، حاجه بسيطه تشجعك بيها وبالمره ايه لو انت نسيتي تفتكريها. يا ترى هي ايه هي؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه قمت دخلت المطبخ، كنت غاسله المواعين من قبلها بيوم، فقمت عشان اشيلها يعني وكده، ولقيت في بقعه كده في الحته اللي انا حطاها، يعني انشف عليها المواعين وكده، فقلت اشيلها واغسلها واحط مكانها حته تانية، على ما ان شاء الله اشتري مطبقيه كده حلوه كده زغنطوطه احطها في المكان اللي قدامكم دون، ويبقى يعني هون عليها شويه من وجع الحتت اللي انا بحطها والبتاع اللي هي بتشيل المواعين وكده. فقلت اجيب ان شاء الله مطبقيه حلوه كده صغنطوطه، بس بصراحه الاسعار بتاع المطبقيات عاليه جدا جدا، اللي هي بتاعت ايقيا وكده. فقلت لا، يعني هشوف مطبقيه حلوه في نفس الوقت تكون شكلها لطيف وجميل كده وسعرها حنين. فعلى ما ربنا يكرمني كده وان شاء الله اشتريها. بفكر يعني والله نشتريها الشهر ده باذن الله يعني. في المشتريات اللي انا ناويه اشتريها، فناويه اشتريها يعني، حطها في المخططات بتاعتي. المهم شلتها بقى، وشلت اللي هي الفوطه، وحطيت مكانها فوطه تانية. وكان عندي شويه مواعين صغيرين خالص كده، قلت ما اعملهم بالمره عشان عايزه افضي الحوض، عشان عايزاه في حاجه. فكان عندي بقى الموبايل بتاعت المعالق دي، كل فتره كده بتجمع ميه تحتها من تصفيه المعالق وكده، فلازم ان انا كل شويه كده اغسلها واصفي الميه اللي فيها عشان ما تعملش طبعا ريحه وحشه، وبتخلي ريحه المعالق مش كويسه، او هي كمان تعمل ريحه وحشه في المطبخ من ريحه الميه اللي راكنه فيها. كان عندي كام كوبايه كده على كام طبق، قلت برضو اغسلهم بالمره عشان خاطر ما يسقموش الدنيا عندي، عشان انا عايزه افضي المواعين، افضي الحوض زي ما قلت لكم. جيت بقى غسلت المواعين وكده، وقلت هعمل ايه يا دودو يا شطوره. بصوا، لما تلاقوا نفسكم كده الدنيا رايقه عندكم، مفيش اي حاجه عايزين تعملوها في الشقه والشقه نظيفه، دوروا بقى الحاجات اللي هي ايه اللي بتعملوا كل فتره كده. يعني كل فتره مثلا ايه اللي بنعمله؟ بنعمل مثلا التلاجة، بنعمل المكنسه، بناخد الحمام كده كنظيفه معتبره، نشوف الدولاب عندنا ناقصه ايه. الحاجات دي كلها كده بتتعمل على فترات. الفترات دي بقى بتيجي وقتها امتى؟ لما بتلاقي الشقه عندك ما شاء الله انت منضفاها ومنظماها ومفيهاش اي حاجه خالص، الركنه نظيفه والارض نظيفه وممسوحه وكل حاجه، تبداي بقى انت تخشي بقى في الحاجات دي. لو عندك شويه مواعين في الحوض بتخلصيهم، وبعد كده بتخشي بقى لو عندك الدولاب مثلا مش مكركب او حاجه زي كده، تبداي ان انت تطبقيه. لو عندك البوتاجاز محتاج ان هو يدعك دعكه تمام التمام، اللي هي الدعكه اللي ما دعكتش بالها كتير، يدعكيه. الحاجات بقى المطبخ، رفة مطبخ مثلا تجيبي رفة برفة. وبرده ان شاء الله الحاجات دي كلها هنعملها مع بعضنا كده واحده واحده، عشان نشجع بعض وانتوا تشجعوني كده بكلامكم الحلو. فيا ريت كل فتره كده الواحده تيجي تلاقي نفسها مثلا مش لاقيه حاجه تعملها وقاعده فاضيه كده مش لاقيه حاجه، لا، احنا ما ينفعش معانا القعاد الفاضي ده. لازم نشوف شقتنا، ولازم نشوف حاجتنا، ولازم ايه نبص كده الداخلي والخارجي، يعني نبص على حاجه كده من جوه، وزي ما بنشوفها من بره نشوفها من جوه، عشان النظافة الخارجية دي للناس. يعني الناس هتخش تلاقي بيتك ايوه نظيف مترتب متظبط، كل حاجه تمام التمام زي الفل، هيقولوا عليك ست نظيفه وتمام. بس انت بقى من جواكي دخلتي لقيتي الدولاب متكركب وسبتيه متكركب، هل انت بقى واحده يعني زي الفل كده وست بيت شطوره؟ لا. ست بيت الشطوره الحاجه اللي جوه بتبقى زي الحاجه اللي بره بالظبط، الحاجه اللي جوه نظيفه واللي بره نظيفه، والعكس تمام بالظبط. فيا شطوره كده انت وهي لازما كل فتره كده نبص على شقتنا من جوه، تحت السراير، فوق الدواليب. الحاجات دي ما بتعملش في الاعياد بس، لا، الحاجات دي بتعمل كل فتره. مش هقولك يعني كل اسبوع ولا كل شهر يعني. انت ممكن لو دولابك متكركب وطبقتيه وحافظتي على الترتيب بتاعه ممكن يقعد معاكي طبعا طول السنه. انما لو عندك اولاد مثلا وبيقعدوا ينزلوا الدولاب والكلام ممكن تعمليه مثلا كل اسبوع كده وانت قاعده ما بتعمليش حاجه، تروحي مرتبه دولابك ومنظماه، بحيث ان هو يجي عليكي برضو كل فتره كده تلاقي دولابك منظم ومرتب وجميل. كذلك تحت السراير ما تعملش، انا ما بعملش السراير عندي، وكل مثلا كل مواسم كده في مواسم معينه ببدا ان انا اشيل الحاجات اللي تحت السراير واخدها تنظيفه سريعه كده جميله، وامسح تحتها وما شاء الله بتبقى زي الفل. اما بقى الاركان والزوايا والحاجات اللي هي مثلا ورا الركنه، ورا الانتريه، ورا البوتاجاز، ورا التلاجة، الحاجات دي كلها لا طبعا لازم تكون على طول ايدك فيها. يعني مثلا كل اسبوع هنقول كل اسبوع مره
تبداي انت وانت بتمسحي المسحه اللي هي بتجيبي من ورا التلاجة، من ورا البوتاجاز، وتبداي تظبطي نفسك كده عشان خاطر الشقه بتاعتك تلاقي ريحتها دايما حلوه وريحتها دايما نظيفه. هنا كنت خلصت بقى غسيل المواعين، وبوريكم بقى الفلاش ده. الفلاش ده حاجه كده تحفه، بس مش بستخدمه كتير، يعني انا بستخدمه لما ببقى عايزه اشوف كده البوتاجاز عندي والحوض ليهم لمعه حلوه، ببدا احط فلاش ده. الفلاش ده بتاع ايه؟ بتاع كل حاجه ستانلس او كل حاجه الومنيوم، بتلمع، تديكي لمعه جميله جدا، وبتحس كده ان الحاجه رجعت جديده معاكي. يعني انا البوتاجاز اهو، لولا بس ان الاضاءه مش عاجباني قوي، بس البوتاجاز بتحسي ان هو اكنك لسه شارياه جديد، بيرجع كده لمعته ونضارته كده ولونه الحلو، بيرجع كده من نقطه واحده بس بتحطيها من الفلاش ده. الفلاش ده بيبقى موجود عند بتوع الصبانه يعني، بيبقى موجود عندهم. وتقريبا انا كنت اخر مره شارياه بس من فتره، بيبقى معاكي كتير جدا. اخر مره شارياه كان تقريبا ب10 جنيه، فهو ممكن يكون دلوقتي بقى ب20، 15 في الرنجات دي. بصوا بيخلي لمعة الحوض كده تحفة. تحطيه بقى على البوتاجاز، بتحطيه على في اي حاجة، مثلا عندك حاجة ألمونيا مطفية كده وعايزة تنوريها، بتروحي حاطة بقى ايه نقطة كده من الفلاش وتدعكي دعكة عادية خالص، هتبص تلاقي الحاجة رجعت معاكي اكنها جديدة بالظبط. كنت عايزة بقى اشيل كل الحاجات اللي على الرخامة وكده، وعشان اديها دعكة كويسة برضو معتبرة، يعني قلت ايه نظافة بنظافة بقى. بريكس ده حلو جدا، ريحته كده تحسيها ريحه اسيويه كده، ريحه عارفه انت بتاعت الغابات والحاجات دي. ريحه الصنوبر بتاعها ريحته جميله جدا، بيدي تعقيم وتنظيف وتطهير للحاجه اللي انت بتعمليها، ملهاش مثيل يعني. معرفش انا كنت بعمل ايه دلوقتي، بس كنت بظبط الكاميرا فاتشقلبت مني. مسكت بقى الرخامه كده ودعكتها دعكه كويسه، والفرع الليد ده عايزه انقله كده واظبطه، بس مش بيرضى يظبط معايا خالص. يعني حاولت معاه بالدبل فيس، حاولت معاه بالامير، بالحاجات الكتير قوي. فهو تقريبا في واحده قالت لي اعمليه باللي هو بيبقى بتاع ابيض كده، بتدقي في الحيطه، مش بيدقي في الحيطه بقى، بيتحط كده ما بين السيراميكا والتانية، بيدخل كده. انا ما اعرفش هو طريقته عامله ازاي يعني، بس انا ايه انا اعرف يعني لو جبته ممكن اتعلم فيها يعني، فهجيبه واجرب كده ان شاء الله ان انا اعمله. بص بقى ملكوش دعوه بورق الحوض خالص، اللي ورا المطبخ ده، لان انا كنت جايباه وكنت بتعلم فيه، وانا اللي عاملاه لوحدي من غير ما حد يساعدني فيه، فتلاقيه كده مقطع معمول، فعندي شويه زياده يعني جوه ركناهم. فربنا يكرم كده ان شاء الله يعني، وابدا ان انا ايه اشيله وارجع تاني احط تاني واحد جديد. بس ساعتها بقى هكون يعني خدت خبرة كفاية، وهبدأ كده ان انا ارص واحدة واحدة وهظبطهم كده جنب بعض. الفرن بقى محدش يفتكر ان ده وساخه، والله ما وساخه ابدا يا ولاد، والله ما وساخه. ده كان انا كنت اول ما جبت الفرن بقى كان عندي نشاط النظافه والكلام ده، فكنت على طول ميه وكوب ادلق ستريس بقى على اي حاجه بتاعت الدهون، عبي ودي. فمن جوه عمل صدى كده، الارض بتاعته عملت صدى، وكمان الحروف من بره كده عملت صدى. فده صدى مش عدم نظافه يعني، مهما ادعك فيها مهما اعمل فيها بتفضل زي ما هي كده، البقعه دي زي ما هي كده. جيت بقى شلت من وراه، وكان من وراه الحاجات دي انا كنت حطاها فوقه، فتقريبا هي وقعت. والشمعة دي انا كنت دخت عليها، مش عارفه ايه اللي وقعها ورا الفرن كده. انا كنت حطاها، انا فاكره ان انا كنت حطاها على ضرفه مطبخ او حاجه زي على مطبخ يعني، على رفة مطبخ، بس معرفش هي ايه اللي وقعها هنا. ولقيتها بقى سايحه ومنزله الشمع بتاعها كده وسايح، يعني تقريبا هو كان تحت الفرن، فسخونيه الفرن بقى كانت بتسيحها. فالحمد لله يعني ان هي ايه، ان انا اللي شفتها وهي دلوقتي كده. بصوا بقى ورا الفرن ده عنده زاويه كده ما بطولهاش خالص، بفضل كده عافر عشان نطولها. فحاولت يعني ان انا اجيب اللي انا اقدر عليه وايه، وجبته. ورق الحائط قلت لكم ما تتكلموش عنه خالص خالص، لان هو انا كنت يعني مش ما تعرفيش انا كنت بعمل فيه ايه، بس كنت بصمله كده يعني، باخد حته بحته كده واصمل الزق جنب بعضه، فما كانش طالع معايا مظبوط ابدا. المهم عملته، حطيت بقى الفرن بالشكل ده، خليت وشه كده يعني، كنت عاملاه الاول بزاويه كده ومن وراه فاضي، لا خليت بقى ايه وشه للتلاجة كده، وايه عشان استغل المساحه يعني. حطيت بقى ظبطت الحاجه ورجعت كل حاجه مكانها بعد ما كنت غسلتها ومسحتها كويس، والرخامه التانية برضو حطيت عليها كل حاجه بعد ما غسلت الورد وغسلت كل الحاجات دي، وظبطت الدنيا كده ورجعتها.
عندي الكاتل برضو محتاج ان هو ياخد تلميحه حلوه كده، بس ان شاء الله يعني ايه الخطوه الجايه. آم، يلا يا حلوين بقى، اللي ما عملش لسه اللايك لحد دلوقتي ينزل كده يعمل اللايك حلو كده من ايده، وكمان كومنت حلو كده عشان تشجعوني، عشان انا عايزه انزل فيديوهات كتير جدا والله. يعني عايزه اقول لكم ان جوايا طاقه تطلع فيديوهات كتير جدا، بس انا يعني بكسل، عارفين، برجع كده اقول محدش بيشجعني، محدش بيحط لي لايك، فين وفين على ما حد كده بيشترك في القناه. فبزهق او بزعل وارجع يعني ايه ارجع اقول لا يا بنت قومي اشتغلي انتي، مهما كنتي كلهم بيبداوا كده وفي الاخر بيكبروا ان شاء الله. ربنا كده هينصرك وهتعلي، يعني القناة هتعلى بإذن الله. بص بقى التلاجة، والله يا جماعة والله أنا كنت على طول بغسلها، بس جات لي فترة كده ما كنتش بغسلها خالص، كنت سايباها كده للدنيا يعني. كنت بمشي ايدي عليها كده على طول من على السريع. بعدين بقى ايه كنت حاطه الصلصه في باب التلاجة، فابني بيشيلها كده راحت واقعه، قلت لا هو حان الوقت، حان الوقت للتنظيف. شلت بقى كل الرفوف اللي فيها وغسلتها غسله محترمه كده. وبعدين جبت بقى البتاع ده بالصابون، وحطيت برضو فيها شويه اللي هو البتاع اللي انا كنت موريته لكم بريكس دوت، وايه وظبطت الدنيا وخدت الرفوف بتاعتها وغسلتها برضو غسله كويسه كده تمام التمام. وعايزه اقول لكم بقى ان ايه يعني لما نضفتها كده حسيت ان أنا كل شويه عايزه افتح التلاجة واقفلها، عايزه افتح التلاجة وابص عليها واقفلها تاني. فالحاجه لما بتتعمل بجد بجد بتحس ان انت عندك كده فرحه، كده فرحه من اقل حاجه. يعني انا كنت فرحانه عشان غسلت التلاجة. فاحنا الحمد لله الحمد لله، يعني الحاجة اللي بنعملها بنفرح بيها وتبسطنا. فدايما ايدك في الحاجة كده هتفضل طول عمرها نظيفة وطول عمرها كويسة. باب التلاجة طبعا انا ما جبتش معاكم يعني كل حاجة بالتفاصيل، بس انا كنت غسلت التلاجة من بره ومن جوه، وكمان الباب بتاعها كمان خدته كده غسلة محترمة كده. بس اهم حاجة ان انتوا تغسلوا، يعني تغسلوا باب التلاجة بحتة قماش وحتة مبلولة بس، يعني ما تت ايه ما تاخديكيش العافية كده وتقعدي تدعكي عشان هيتخربش الباب بتاعي، يتخربش يبقى شكله مش حلو. الرفوف بتاعه التلاجة برضو خدتها غسلتها غسله كويسه كده وظبطتها ونشفتها، وبعد كده رجعتني في التلاجة ورصيت طبعا الحاجه على ما اجيب حاجه الشهر باذن الله، يعني هتتجاب الشهر ده اليومين دول. وكده خلاص بقى الارضيه اتكنست واتمسحت، والدنيا اتعقمت زي كل مره بنعقم فيها، والشقه رجعت زي الفل، المطبخ رجع زي الفل. وحبيت بقى اولع شمعتين كده ينوروا كده الدنيا ويعملوا قعده رومانسيه وجو رومانسي، بس الطفوا التاني على طول يعني. وكده خلاص نهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله، مع الف سلامه.